كوكيراس آخر حصة تدريبية مغلقة استعدادا لخوض غمار مباراة الغد ضد منتخب مالي لحساب اليوم الثاني من المجموعة الأولى في إطار نهائيات الكان كأس إفريقيا للأمم بأنغولا. ومن لواندا يلتحق بنا على المباشر وعبر الساتل الزميل محمد جمال. محمد جمال، في البداية آخر المعطيات لديك، غدا مقابلة مهمة أمام مالي، كيف يتم الاستعداد لهذا اللقاء؟ كيف هي المعنويات؟ كيف تبدو المباراة إجمالا محمد؟ نعم كريم، طبعا غدا إن شاء الله المنتخب الجزائري سيلاقي مالي في واحدة من أهم مباريات المنتخب الجزائري من أجل الإبقاء على حظوظه. المعنويات مرتفعة جدا اليوم أو البارحة أو يوم أمس مثلا كانت المعنويات مرتفعة. عناصر المنتخب الجزائري تدربت في أجواء تفاؤلية ومرحة جدا وبكل جدية أيضا من أجل الظهور بمظهر قوي وبصورة قوية تعكس حقيقة المنتخب الوطني الجزائري المتأهل إلى مونديال 2010 كما تذكر كريم ويذكر الجمهور. طبعا اليوم أيضا جرت حصة تدريبية ولكن كانت مغلقة بالنسبة لربح سعدان. رفض دخول الجمهور أو المواصرين ورفض أيضا دخول الصحفة. المهم أن الحصة التدريبية جرت مغلقة. اليوم تأكد رسميا غياب عنتر يحيى وكذلك مغني عن مباراة مالي يوم غد إن شاء الله، وربما حتى في المباراة الثالثة هناك مقتطفات صوتية تؤكد ذلك للمدافع عنتر يحيى وكذلك وسط الميدان الهجومي الفنان مغني مراد. أؤكد أيضا كريم أن المشيع خالد غادر لواندا، غادر معسكر المنتخب الوطني الجزائري والفندق باتجاه فرنسا لسبب أو لظرف عائلي طارئ. مكالمة هاتفية وصلته من العائلة في فرنسا تخبره بأن هناك أمور ما في العائلة، لا نعرف ماذا بالضبط. حسب السيد جاهد زفزاف رئيس البعثة الجزائرية هنا في لواندا أكد لنا هذا الخبر منذ قليل. والآن المشية باتجاه البرتغال لشبونة ومن هناك إلى باريس. طيب. هذه الأخبار عموما، ولكن العزيمة والإصرار موجود من أجل الظهور بمظهر قوي يوم غد إن شاء الله كريم. وأنت تعرف أن البداية كانت سيئة بالنسبة للمنتخبات المونديالية هنا في لواندا كريم. طيب، نحن تأهلنا إلى المونديال ولكن إن شاء الله سنتدارك أمام مالي وأمام أنغولا، كل الحظوظ موجودة. نعم. محمد جمال، وأنت في لواندا، هل وصلتك أخبار من إمكانية أن يغير مثلا المنتخب الوطني من التكتيك في هذا اللقاء؟ هل فيه تغييرات مثلا في التشكيلة، في طريقة اللعب ممكن أن نلحظها غدا ضد مالي؟ كريم، فهمت السؤال. نعم فهمت السؤال كريم. طبعا هناك حسب القراءة الأولية للحصة التدريبية التي جرت اليوم ولكن كانت مغلقة، لكن هناك أخبار وصلتنا تقول بأن السيد ربح سعدان حتما سيغير في الطريقة، سيغير من خطة أداء ولعب المنتخب الجزائري، سيعتمد ربما، وهذا الشيء يعني بنسبة 70 أو 80% على خطة 4-4-2 في الحالة الدفاعية للمنتخب الجزائري. سيلعب ب4-3-3 في الحالة الهجومية. هناك لاعبين ربما تغيير في الدفاع، سيكون العفاوي ربما حاضرا بنسبة عالية في الدفاع، وسيكون بزاز حاضرا أيضا على الجهة اليسرى في هجوم المنتخب الوطني الجزائري. طبعا هناك تغييرات في تشكيلة المنتخب وهناك أيضا تغيير في خطة اللعب لمواجهة مالي. ولا تنسى كريم أن أول مباراة للسيد ربح سعدان كانت في أمام مالي في روان بفرنسا، وفاز المنتخب الوطني الجزائري ب3-2. نتمنى أن يتكرر هذا السيناريو إن شاء الله بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري غدا من أجل اللعب والإبقاء على الحضور كاملة للتأهل إلى الدور الثاني إن شاء الله. إن شاء الله جمال سنفوز، وسأذكرك بهذه النتيجة التي ذكرتها الآن. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا إلى مجال الفن والأدب.